بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناة ايمي بدر. برحب بكل المشتركين عندي على القناة، برحب بالمشتركين الجداد، ونشوف اجمل فيديو باذن الله موجود على اليوتيوب، وهو طريقة عمل الزيتون الاسمر باسهل طريقة ان شاء الله. باذن الله كده نشوف فيديو مميز، وهنشوف في كل من غير بقى ولا تعقيدات ولا اي صعوبة ولا تخويف من ان ما نقدرش نعمل الزيتون الاسمر ده. بيبقى ليه خطوات كتير ودبكة، وكمان مبيطلعش مظبوط. هنشوف كل حاجة بالتفصيل في الفيديو ان شاء الله. نتابع مع بعض الفيديو كده. معايا 2 كيلو من الزيتون الاسمر. بدأت ان انا اغسلهم كده كويس جدا، طبعا علشان كان في اخر الموسم. ف في بعض الوحدات كده بتبقى مش حلوة يعني. هنا بقى بوريكم، هو كان مجموعة من انواع زيتون مختلفة كده، بس هو الزيتون الاسمر. بس بوريكم يعني كان احجام مختلفة. ومهم بتجيب البرطمان بتاعنا، طبعا بيبقى معقم وكويس، وازاز او بلاستيك، مفيش اي مشكلة خالص. بدأت ان انا بعمل محلول الملح. طبعا عبيت الزيتون كله في البرطمان كده زي ما احنا شفنا. حطيت كيس ملح كامل 300 جرام، وعليه نص لتر من المية. في الاول كده بدوب الملح كويس جدا، طبعا مية مغلية ومتبردة، كنت مبرداها يعني. بس وابدأ اضيف بقى كده على البرطمان لغاية اما اغطي الزيتون كله تماما بالمية. ببدأ بضيف مية حبة حبة كده لغاية ما ادوب الملح كله، وببدأ احط كله بغطي الزيتون تماما كله بالمية. طبعا كمية المية معلش مش متذكرها اوي، ممكن يكون لتر ونص من المية. بس الافضل بندوب الملح الاول في كمية بسيطة، وبعد كده بنزود المية واحدة واحدة، مفيش مشكلة خالص، عشان نظبط بس التمليح. خلاص كده قفلت البطرمان، احكمت الغلق، بس بسيبه كده مبجيش جنبه خالص لمدة شهرين. بعد شهرين بصوا المنظر بقى، هو ده شكل الزيتون. طبعا اللون اختلف شوية. بعد كده بقى بفتح عليه، هبدأ ان انا بحطه، بصفيه كده بالمنظر ده من المية بتاعة التخليل. بشطفه بس بمية فترة كده من الفلتر. هنا بوريكم بس كده ان لون الزيتون مش اسمر، اللون راح خالص. وبدأت ان انا بضغط على الزيتونة كده زي ما احنا شفنا، لقيناها خلاص هي الزيتونة استوت، والحياء بتاعها كمان مظبوط جدا كده. تمام، الزيتون بتاعنا زي الفل. هبدأ ان انا هرجعه تاني في البطرمان. وبعد كده ببدأ ان انا بضيف اضافتين اتنين. اول حاجة نص كوباية صغيرة من الزيت، اي نوع زيت كويس عند حضرتك بتضيفيه. برج البطرمان كويس كده، بقلبه كويس عشان الزيتون كله ياخد الزيت. بعد كده ببدأ ان انا بضيف حوالي 3 معالق كبار كده من الخل الابيض. بقلبه كويس برضو في البرطمان كده، وببدأ بسيبه بقى شوية لغاية نبص نلاقي لون الزيتون بيرجع للون الطبيعي تاني بتاعه، اللون الاسمر. بس هنا كده خلاص انا بقى بقدم الزيتون اهو، بعد ما خلص خالص اهو بالمنظر ده. طبعا حابة اشكر صاحبة الطريقة الجميلة دي، السهلة والجميلة، اخت مرات اخويا حبيبة قلبي. هي اللي قالت لي على الطريقة دي بصراحة. طريقة تحفة وسهلة وبسيطة، وفرحانة جدا بيها ان انا عملتها. بس كده يكون الفيديو بتاعنا خلص. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى يكون مفيد يا رب. لو اول مرة حضرتك تتابعي القناة، دعميني بلايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك مني كل جديد. اشكركم لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.